ايه حكايه محمد علي بن رمضان؟ يعني الصبح بنلاقي لا ده الصفقه فشلت، بعد الساعه 12 بنلاقي لا الصفقه جايه النادي الاهلي وحصريات وانفرادات والكلام ده كله. ايه المشكله وايه الحكايه وليه الصفقه واقفه لحد دلوقتي؟ هل اللي بيقود التفاوض هو الهاني سليمان؟ طب ما تيجي نشوف بالظبط ايه حكايه محمد علي بن رمضان، والمعلومه اللي عندي اللي انا هقولها دلوقتي، بس ما تنساش اللايك يلا والمتابعه. بينا. معلومة محمد علي بن رمضان الأكيدة بإذن الله، النادي المجري هو خلص كل حاجة مع النادي الأهلي، ومحمد علي بن رمضان خلاص فعلا في النادي الأهلي. بس مشكلة النادي المجري إن هو مستني جزء من المبلغ إن هو يتحول له فعلا في الوقت اللي احنا فيه ده، عشان يقدر يبعت الاستغنى للنادي الأهلي ويكون محمد علي بن رمضان في النادي الأهلي. مشكلة النادي الأهلي في الوقت ده إيه؟ مشكلة النادي الأهلي إن احنا مشكلتنا في الدولارات شوية، مشكلة محمد علي بن رمضان في الدولارات. الدولار اللي هيدخل النادي الاهلي من محمد عبد المنعم، وليكن صفقه محمد عبد المنعم ب 2 او 4 مليون، هيبتدي ان هو يحول على النادي المجري. طيب ما دخلش فلوس من محمد عبد المنعم، النادي الاهلي مستني فلوس من الكاف اللي هي 3 مليون دولار و500، وباذن الله هيحول 2 مليون 300 على النادي المجري، وهيكون محمد علي بن رمضان هنا بالكتير بالكتير على يوم الخميس او يوم الجمعه او يوم السبت. في الثلاث ايام دول استنى محمد علي بن رمضان. ومش بقول لك انفرادات، لا انا بقول لك معلومه اكيد. عايز اقول لك معلومه كمان، يلا احنا بنضحي بقى وبنقول الاخبار اهو، ويعني انت باذن الله هتعرف ان الكلام ده اكيد في الايام اللي جايه، ان النادي الاهلي اصلا مخلص مع صفقتين كمان غير محمد علي بن رمضان. وباذن الله على الاسبوع اللي جاي لما يحلوا مشكله الدولارات في النادي الاهلي، هيكون الصفقتين او الثلاثه موجودين في النادي الاهلي. كلام نهائي، محمد علي بن رمضان باقي على حاجات بسيطه. الخميس او الجمعه او السبت هيكون محمد علي بن رمضان في النادي الاهلي، وهيعلنوا الكلام ده قريب جدا. افتكر الفيديو ده بس، ما تنساش اللايك والمتابعه اهم حاجه. كان معاكم محمود الجندي وبشكركم.